0522 77 24 24. خديجة من فاس. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي انا شرف ليا كبير انني هاد النهار شد لي التليفون، كنعتبر راسي محظوظه بزاف. اخي اسمعي لي انني نهضر معاك اليوم ونتشارك معاك القصه ديالي، وشكرا بزاف على هذا البرنامج. بارك الله فيك خديجة، مرحبا بك مرحبا بك والف مرحبا. في عمرك 25 سنه؟ شكرا بزاف اخويا. عندك 25 عام؟ عندك 25 سنه؟ انا خلقه في 91 ولدي دابا في عمري 25 سنه. اي 25 سنه. يلا على بركه الله نسمعوا لك خديجه، خذي راحتك وتفضلي نسمعوا لك. انا خي تزوجت في 2011 15 شهر 9 2011. واحد السيد ما كنتش كنعرفو كاع، غير زواج تقليدي. كانت الام ديالي كتعرف الام ديالو. وكانت جات عندنا ضيفه واحد المره وشافتني وعشقاتني. قالت لهم هذه هي السيده اللي تمنت الولد ديالي. صافي فاش هذاك الشيء قلت لها الزواج ديال الوالدين توكلوا على سيدي ربي. خديته وقلت لها الولد ديالك فاش خدام؟ قالت لي عنده محل، قالت لي دار جوج ماكينات وداك الشيء عنده محل، غادا الاخرى تعيشي هانيه مزيانه. هذاك هو الولد الواحد وهي معلمه استاذه ديال الكاتريام. قلت صافي السيده عندها غير ولد واحد وثقت فيها وقلت كتصلي وكتقرا كلام الله وما كتبطلش الصلاه، راه تعملني واحد المعامله ما تنويليش شي حاجه خايبه. تزوجت صافي غير ضربت العقد، قالت لي اي حاجه بغيتيها تعرفيها فيا. فاش تزوجت ضربت العقد اول حاجه قالت لي ما كاينش العرس. ما كاينش العرس؟ ما كاينش العرس ما كاينش. قلت ماشي مشكل الدنيا هانيه. قالت لي ديري الفراش ديالك وداك الشيء. قلت ماشي مشكل الدنيا هانيه، واخا اي بنت كتحلم دير العرس ديالها. صافي ضربت العقد وداك الشيء. منين ضربت العقد سالينا قالت لك صافي تجلسي دابا ما كاين لا عرس حتى شي حاجه، تجلسي معها في الدار. جلست معها في الدار. منين دخلت الفراش ديالي ما كاينش، الخاتم ديال الخطيبه ما كاينش، حتى شي حاجه ما كاينش. فرشات لي ملايه باليه، قالت لي ها هي، وعطاتني الملايه ديالو اللي كان كينعس بها. تفاجات ان السيد كان عنده مو غير واحد، جالسه مع خالته وجوج خوالو وجده ديالو، انا هي الصغيره فيهم. ما هادشي ما كنتيش عارفاه في الاول؟ لا ما كنتش عارفه في الاول. اللي عارفه هو الابن عايش مع الام ديالو وباه متوفي. فاش دخلت تفاجات انه عايش مع جوج خوالو وخالته وجداتو. تصور اي حاجه كنطيبها كتقلعها لي جداتو من يدي. فاش دخلت داك الشيء السيد غير ناس نهار وما طال ناس. بغيت غير نصيق ما كاينش كيفاش ندير. حملت شهرين. فاش حملت بشهرين لبنيت الوليد ولا بنيته ما عرفت شنو كان قوت هذيك التماره وداك الشيء ضاع لي الترابي. فاش ضاع لي الترابي جلست عاوتاني 5 شهور. دابا السيد يخدم والو. ملي كيخرج هو بحالو كيبقاو عائلته كيسمعوني انا الهضره. ما خدامش ما دايرش يدير. قولي خالته كتحرش الام ديالو كتقول لها قولي له الماندا تقطعها، تقولي له هادي. تقهروني بداك الشيء. انا حرت بقيت غير شايفه غير معجبه كيفاش السيد خديته خدام مسؤول. اي حاجه محرومه منها. ما عندي الحق نتشهد حتى شي حاجه، ما عندي حق نتشهد كسوه، ما عندي حق نقول خاصني هاني، ما عندي حق. واش راجلك ما كانش خدام من الاول خديجه ولا لقيتيه ما خدامش؟ ما كانش خدام من الاول. هما خزنوها عليا، خباو عليا الحقيقه انه ما خدامش. انا اللي عارفه الراجل خدام. فاش خديتو لقيت السيد ما خدامش، غير مخدرات وكياخذ من عند الام ديالو استاذه كيخرج ب 5000 6000 بزاف على داك الشيء. وقلتي لي هو اللي عندها ولد واحد اللي هو راجل. عندها واحد اللي عندها عايش مفاش. اش كنقول له الخدمه كيقول لي انا ما خدامش. كنقول دابا نصبر دابا يخدم. هو غير كيكذب عليا. كيخرج كيقير النهار كله في القهاوي. ملي كيجي كنقول له خدمتي كيقول لي لا. شحال في عمره خديجه؟ بشحال كبر منك هو؟ في عمره 33. انا في عمري 25. والو السيد كاع ما خدام. انا كلشي كيترد ليا انا. امو ما كتبغيش تقهرو هو. كتقهرني انا. كنقول لها انا شي حاجه هكا كتقول لي وقول له يتحمل المسؤوليه، قول له يكون راجل. فهمتيني؟ كنقول لها منين يجي يقول لي انت هاد زعما راكي زعما بحال تزوجتي وانت اللي خصك تبدليه ويولي قاد بالمسؤوليه. هذه مهمه ديالك انت زعما ياك؟ واخا المهمه ديالي انا ملي كنهضر وكنتكلم وكندير المستحيل باش نبدلو، هي ملي كنقول له انا ديك الشيء هي عاد كتزيد تعطيه الفلوس. فهمتيني؟
اذا كانت تعطيه 6000 ديك النهار اللي ندابزنا وياها تعطيه 12000 ريال. حملت عاوتاني النوبه الماجيه ببنيته 8 شهور ما داروا حتى شي حاجه. ديك البنيته ما شراو ليها حوايج، ما كساوني، ما حتى شي حاجه. الام ديالي شات لي الحويجات ديال التربيه، شات لي كل شيء، هما جالسين بحال اللي ما عندهم مراه حامله، ما عندهم مراه راه مقبله على حتى شي حاجه. بهذيك الفقصه دخلت واحد المرحله ديال الاكتئاب. ضيعت عاوتاني هذيك البنيته على 8 شهور، ضيعتها. والام ديالي مسكينه هي اللي هزاني، وما عنديش الاب ديالي متخلى عليا، لا حول ولا قوه، ما عنديش اللي يهزني. قول هذه ثاني مره كيف فشل لك الحمل؟ ثاني مره بسبب داك الاكتئاب. ملي مشيت عند الطبيبه قالت لي الطبيبه كيفاش كلشي كان عندك مزيان وطبيعي، كيفاش وقع؟ ما فهمتش. كانت معايا العجوزه ديالي، قالت لها كيفاش كلشي كان عندها طبيعي، ما فهمتش. قالت لها القصه. ودابا الام ديالي مسكينه هي اللي خدامه وهي اللي هادي، كانت ملي كتقول لي شوفي صبري واجي بحالك، كتقول لي انا نهزك بعدي منه، هاد السيد ما غاديش يخدم. واخا هكاك وكتقطع وكتعطيني وهادي، كنقول لها انا جربت الفرق ديال الاب، ما نبغيش ولادي نحرمهم. ولكن ملي داكشي هو اللي كتاب عليا وليت حملت النوبه الثانيه، ما عرفتش شنو وقع لي. حملت النوبه الثانيه، فاش حملت النوبه الثانيه ولدت بنيته. دابا عندي بنيته في عمرها 7 في شهر 11 تقريبا 3 سنين. صافي طلع لي الدم من الام ديالو. دابا عايرتني، ما خلات ما قالت لي. انا تقهرت من ديك الحاله، عايشه بحال شي خدامه ماشي مرا، ماشي زوجه. الراجل ما محملش كاع المسؤوليه ديالي. ملي كنهضر معاه كيقول لي شي كلام صافي، كيجيب صحابو للدار كيقول لي انت جالسي في البيت، ويجلسوا كيتعاطاو في المخدرات. كيجلسني انا في بيت والام ديالو في بيت، كيقول لي سدي عليك الباب. كنجلس انا والبنيته ديالي في بيت، وكيجلس هو وصحابو. مثلا اذا جاو مع الجوج ما يخرج حتى ل 11 الليل عاد يخرجوا هما بالمخدرات، بالحشيش، بالكيف. فهمتيني؟ بيت النعاس ديالي ما عندوش كاع الباب ديالو. والوالده ديالو ما تهضر معاه، ما تنهروا والو، ما تهضر معاه، ما حتى شي حاجه كاينه في البيت وداك الشيء والو، ما كاين حتى شي حاجه. ما تهضر معاه، ما تكلم معاه. كنقول لها انت اللي درتي لي هذا الشيء، ثقت فيك. قلت لها الشك كتصلي، قلت لها الشك كتمشي لدار القران. ولكن ملي قلت لها نثق في مجرم وما نثقش فيك انتيا، فهمتيني؟ قلت لها ما نويتش. قلت لها هذا الشيء خرج منك انت. قلت لها كون واقيلا مجرم كنت سلمت الرقبه ديالي وكون رحمني وحن عليا، ما ينويليش على هذا الغدر كامل. قلتي لها في وجهها بحال ما هكا؟ قلتي لها هاد الهضره فايت دابزتو درتو الصداع خديجه؟ واش فايت ناض الصداع وعلى هاد الهضره بحال ما هكا مع جوزتك ومع راجلك؟ مع راجلي راجلي كيقول لك صافي ولا في داك الشيء ولا عنده عادي هضري ولا شي حاجه كتجي فيا غير انا تفقصي وداك الشيء صافي كيخرج هو كيبدل الساعه كيكمي عنده الدنيا هانيه صافي ولا على ديك الوضعيه. بغيتيني عيشي معايا هكا، بغيتيني عيشي معايا هكا عادي بلا خدمه بلا حتى شي حاجه وقبلي على امي كيف ما دارت لك. انت خايف اسماعيل؟ قلت له ها انت دير انت اي حاجه دير واخا تجيب لي. قلت له غير 50 درهم خذ 400. قلت له اعطيني 600. قلت له 30 درهم. قلت له انا كافيه لي بارك عليهم احنا مجموعين على هاد البنيه والو. قلت له ولد الناس راه الخدمه كاينه في طنجه يروحوا لطنجه وتخدم وداك الشيء. كيقول لي انا ما نفرقش امي اي بلاصه مشيت لها مشي انا وامي. قلت له نطلعوا حنا وامك. هي ما عندهاش شي دار اخرين اللي تجلس معاهم طلع معانا. كيقول لك لا انا ما نمشي لهادي ما نمشي لهادي حتى شي حاجه ما بغى يديرها معايا. دابا ملي ندابزت معاها في 15 في شهر 5 صافي طلع لي الدم وداك الشيء خرجت بحالي. مشيت قدمت دعوه في المحكمه ديال الطلاق الشقاق. درت المحاميه فاش درت المحاميه داك الشيء دوزنا الجلسه الاولى جا حضر فيها دوزنا عاوتاني الجلسه ديال الثانيه ديال الصف. قال لي القاضي مالك؟ قلت له السيد ما نحملش المسؤوليه ديالي كزوج. صافي دابا الثالثه دابا دايره ما عرفتش راسي واش بصح هذا القرار اللي اتخذته مزيان في الحق ديالي وفي حق بنتي ولا ما عرفتش. ضايخه دابا لا خدمه ولا حتى شي حاجه كلشي تعكس لي. ما عرفت راسي شنو نطرق نشد لا زواج صداق. كانت الامنيه ديالي هو انني نتزوج ونستر راسي ونجلس مع الزوج ديالي حتى يدفني وربي مع الوليدات ديالي. هذه هي الامنيه ديالي اللي كانت. ولكن ملي كلشي تخربق كلشي تهدم صرت لحظه ما نويش انني هذا هو الراجل اللي كنت باغياه ماشي هو هذا. باغي يدمرني ودمر حياتي وخرج لي عليها صافي. لا حياتك ما تدمرت والو خديجه. ما تجلديش راسك بهذا الشكل عافاك. غادي تدمر صافي يسمعك. لا عافاك لا خديجه لا. والله هذه قتلتني في حياتي ما سامحتهاش. خدتها
عندك بنت واش توافقي لها على هذا الشيء هذا؟ واش توافقي لها؟ قلت لها بنتك انت بحال هكا تعيش. قلت لها انت فكرتي غير في المصلحه ديال ولدك. كنسمع بزاف ديال الكلام من ديال الناس كيقول لها الحمد لله اللي لقيتي ولدك لشكون اللي تقبل لك عليه، الحمد لله اللي ولدك جمعوه لك من الزناقي. ولاو الناس كيقولوا شي انت تصدم. كيقولها على راجلك؟ مثلا ملي كنمشي معها شي عرس ولا شي حاجه كيقولوا لها واش هذه عروستك؟ كتقول لهم واحد المره كنا جالسين في واحد الاسبوع وداك الشيء قالت له واحد المراه ما عرفانيش انا عروسه، قالت لها جوجتي ولدك؟ قالت لها جوجته. قالت لها الحمد لله اللي لقيتي اللي قبل لك عليه. بحال هكا بقات فيا انا كتاكل ملي كنجي للدار وداك الشيء كضرب الساعه 12 بالنهار ل1 بالنهار، السيد مازال ناعس. يعني شي حاجه بحال ما تقول ما عنده مراه ما عنده بنت ما عنده حتى شي حاجه، كدير ديك 12 ديك الوحده كينوض عندها كتعطيه هي بزاف ديال الفلوس، 6000 ريال مع هي استاذه كتعطيه 7000 ريال ويخرج دبر راسو. انا الا بغيت 10 دراهم ما كاينش اللي يعطيها لي، خاص الموبل كله يسمعنا عليها. قلت له ما عرفتش راسي شنو ندير، شنو ما درت وحده. كلام الناس ما كيرحمش هو اللي خلاني نجلس مع هاد المده هادي، حيت الناس ما كيرحموش. وكثير انا عندي واحد النفس صعيبه، كنت عايشه في واحد الحومه ما نقولكش اخي اسمعين، كنقول حيت ما عندهاش باها متخبي عليها مع الوالده حتى هي مفارقه مع الوالد. كنقول خاصني يكون احسن تربيه، خاصني نكون دايره باش ما يقولوش هذيك غير باها ما كاينش حداها، هي خرجت شي طريق خايبه. قلت مني خاي داك الشيء كله اللي كنت كنسبق عليه، انني نكون محترمه، انني نتزوج، انني نستر راسي، انني نبين بان حتى البنت اللي ما عندهاش باها وما عندهاش خوتها تقدر تكون مزيانه، ولكن مني كلشي تخربق كلشي. ما تبكيش خديجه وما تنهاريش بتاتا. نهاريت بزاف اخي، وليت كنتعصب منين خديت، وليت بزاف ديال الحوايج كنت غير ضاحكه ناشطه، كتحكوا معايا البنات كيقولوا لي سعداتك غير ضاحكه ناشطه. دابا بقيت نضحك لا نتكلم لا حتى شي حاجه، بدا يهضر معايا كنتعصب، بنتي نتعصب معاها، ومن الثاني كنبقى ندم كنبقى نبكي كنقول علاش بنتي شنو ذنبها، علاش ما نضحكش معاها، علاش ما نشطش معاها. ولكن مني كلشي تخربق لي. لا انا حتى شي حاجه ما هي هذه. كيحنوا في هذيك البنيه خديجه راجلك والام ديالو؟ الو دابا حتى الخدمه انا خرجت من عنده، قلت لك 15 في شهر 5 عييت ما نقلب على شي خدمه. طلعت انا والوالدين ديالي، انا والام ديالي وخوتي طلعنا لطنجه، عييت ما نقدر على شي خدمه، عييت ما نفعت السيفيات، عييت والو الباب طرقتها والو. كنقول غير شي خدمه اللي نخدم على ديك البنيته ونجيب لها المصاريف ديالها، كتخرج معها الزنقه هكا كتشها شي حاجه كتقول لي ماما خاصني هذه ماما خاصني. بالنسبه لهم خديجه واش هذيك البنيته مربين عليها الكبده وكيحسوا بها ولا لا؟ لا الام ديالي عندي اختي الحمد لله مديره. ماشي عائلتك خديجه، راه كنهضر على راجلك وامه والام ديالو. لا والو، عندها بالعكس ما كتسوقلهاش كاع، كتسوق لولاد خوتها. انا وبنتي نمشي بحال دابا عند الام ديالي ما تتصل بيا، ما تعيط لي، ما تقول ديك البنت نشوفها فين مشات ولا فين جات ولا كتصوت عند يماها ولا والو نهائيا ما تعرفش. قلتي لي خديجه من شهر 5 اليوم وانت خرجتي ودفعت الطلاق. من شهر 5 قلتي لي وانت خرجتي ودفعتي الطلاق ياك؟ من شهر 5 وانا دافعه الطلاق. دابا دوزت 3 نهار 13 في شهر 10 كانت عندي الجلسه الثالثه. واخا هاد المده كلها راجلك كان كيسول على بنته؟ لا ما كيسول عليها حتى شي حاجه، بالعكس كيصوني عليا، غيسبني، يسب الام ديالي، يسب عائلتي، هادشي ما كيصوني عليا شي هضر، ما كيصوني. كنقول انا راه مصوني يسول على بنته او لا نادم معاه الحال او لا شي حاجه، لا هو كيصوني غير باش يسبني يعايرني. الا ما عايرنيش انا يعاير الام ديالي، انا ما كنجاوبش في التليفون، خلاص كيبقى يعايرني في الميساجات. صافي هادشي اللي كيصوني عليه. المهم يقول لك شي كلمه اللي تعقرك. ونهار درت الجلسه الاولى شنو قال هو؟ ما بينش لك مثلا بانه راه ندم، بانه راه ما بغى يكمل؟ مو كذلك؟
قال لي انا راني هادي وهادي واش ما سميتو، ولكن داك الشيء كذوب، حيت ماشي هذه الخرجه الاولى، خرجت ورجعت وخرجت كنقول الله ينعلك الشيطان، مشيت عند يعني ماشي فايت خرجتي وغضبتي وقال لك نفس انت حافظ على رجلك، ما الكلام عنده مثلا غير باش يرد الاوضاع كيف ما بغى هو ويرجع كيف ما كان. ياك الو، انقطع الخط بخديجه، غادي نعيدوا بها الاتصال ونكملوا معها بعد لحظات. اخي سمعك كنسمعك. كي بقيتي بعدا شويه الحمد لله، منين هضرت معاك وجاوبتيني هذاك هو النهار الكبير عندي. مرحبا خديجه، حنا بغينا كان الحلم ديالي كنصوني كنقول مصابي جاوبوني، مصابي ربي تحقق لي غير هذه الامنيه في حياتي. انا عارفه راسي ما عندي زهر، كنقول الزهر الوحيد عرفتي دابا ملي جاوبتيني كنقول راني محظوظه بزاف. الحمد لله خديجه، حنا الهدف ديالنا انك تامني براسك وتكون عندك الثقه في نفسك وما تنهاريش خديجه، بسبب ان الزواج ديالك غادي في واحد الاتجاه اللي يقدر ما ينجحش فيه. نعم ماشي مشكل، دابا الزواج ديالي انا كنشوف الطلاق ديالي هو الحل، حيت داك السيد ما بغاش يخدم كاع، واخا رجع عنده غير نتعذب معاه، كنقول اللهم دابا على وحده، اللهم دابا على بنيته، احسن ما ندير 3 انا اللي غادا نخدم عليه. واش فهمتيني؟ كيف ما قلت لها القضيه هكا، قالت لي بنتي رجعي وداك الشيء شنو سميت، قلت لها واش تبغيني انا نرجع، قلت لها نخدم عليه وشوفي السيد كيف داير، زعما ماشي شي انسان قليل الصحه، زعما بصحته والطوله وداك الشيء شنو سميتو، ولكن مني ما فهمتش هذاك الانسان. انا مرة كتجيني الحرقه انا نخدمه. دابا هنا منين خرجت من عنده كنقول الطلاق دابا الحمد لله راه غادي في المسار ديالو، ولكن ملي كنقول دابا خصني غير نخدم شي حاجه خديمه هكا الحلال اللي نهز فيها بنتي ونكون معاها ونكبرها ونفقرها، ولا كنعرف المسؤوليه ديال بنيتها في عمرها دابا 2 عام و 10 شهور، دابا 7 في شهر 11 غادا تكمل 3 سنين. واحد ما عرفتش شنو ندير، حتى حاجه ما بغيت، اي باب كنفتح اي باب كندق عليه كيسدوا لي في وجهي، حتى واحد ما كيعطينيش شي كلام، ما كيبغيوش يهضروا معاك، حتى الهضره ما كيبغيوش يهضروا معايا، ما كيعطيونيش كاع وقت. ملي مشيت لعنده كنقول لهم انا عندي 9 هكا بغيت شي خديمه فاش ما كان والو، تصورت ميناج كتقلب عليه والو، كاين اللي كيبغي غير يضحك عليك، كاين اللي كيبغي يضحك عليك، كيقول لك ها هي الخدمه هي هذه، ما بقيتش عارفه فين نثق، بقيت عارفه فين هما الناس اللي نثق فيهم، فين هما حبابي من عدياني. فهمتك كنت واخا يسمعي تلفت بقيت عارفه حتى شي حاجه نديرها، بقيت عارفه انا ما نوخر ولا ما نقدم. غير اليوم خرجت نقلب على خدمه ما لقيتش كاع، جيت لواحد البلاصه وبقيت نبكي ودخلت عند الوالده ديالي، قالت لي بنتي شنو درتي، قلت لها ما لقيتش، كتجيني حقره فاش كنرجعوا للدار بلا خدمه بدا ما عندك حتى درهم باش تشري بنتك، حتى شي ضان ولا تشهاد حتى شي حاجه. هي اللي حداك دابا خديجه، هي بنتك حداك؟ بنتي هي حدايا، انا كنبكي وهي كتمسح لي عيني من الدموع. ما للاسف لا حول ولا قوه الا بالله. اليوم اصبحت راعفه، كانت ناعسه حدايا اصبحت راعفه من النيفه، ما لقيتش باش ندير الطبيب، قلت للوالده ديالي صافي خليها هكا صافي. قلت لها شنو ندير، لا دارت شويه هو هذا، قلت لها ما دارش، قلت لها انا نشوف، قلت لها شوف كيفاش ندير. الام ديالي هي اللي هزاني مسكينه، وعندها حنايا 3 ديال البنات وبينا اخ واحد وانا هي الكبير. ماشي مشكل تهزك الام ديالك في هذه اللحظه خديجه، لانه كل شيء غادي يفوت ان شاء الله. وبيني وبينك الام ديالك باش ما تعاقبش راسك بزاف خديجه على هذا الزواج الا فشل، راه حتى الام ديالك لعبات الدور في الحبك ديالو من الاول، لانه كان كيف قلتي زوجتي نهار خمس. انا اللي درتها لك. اذا صافي غير باش ترتاحي شويه انك ماشي انت اختاريتي، يمكن تكوني وافقتي بلا ما تعرفي على هذا السياد وتخبري مزيان شنو واش خدام ولا لا وشنو طباعه وشنو هذا، ولكن توكلتي على الله ودرتي النيه في الام ديالك، راه ما غاديش تخيبي واخا يا قلت انا زواج الوالدين وداك الشيء، والام ديالي هي اللي مدايره الاخر، قلت انا نتبع رضا الوالدين ماشي شي حاجه. ما بقاش كتهضر دابا مع صاحبتها ما بقاش كتهضر معها لانه كانوا صحابات قلتي؟ لا ما بقاش تهضر معها صافي، مشيت صاحبتها دابا هي حناتي.
لا صافي ما بقاش تهضر معاها صافي. منين تزوجنا وداك الشيء ماما صافي من الشهور الاولين عرفاتهم الاخر كنجي نشكيها كنجيبها كي كتقول لي بنتي ما نويتهمش كتقول لي ما نويتش هذيك السيده هكا كتقول لي انا ثقت فيها واستاذه وتقري كتاب الله قالت لي كتقري اجيال واش فهمتيني. قلت لي ما نويتهاش بنتي هذا الشيء هكا. قالت لي ونقول وحده اميه بعد مره تزهق لها شي حاجه دير شي تصرف نقولوا. قالت لي هذه زعما قالت لي راه هي كتعلم التلاميذ هي كتقري هي هذه. قالت لي ما نويتش بنتي هكا. قالت لي شحال قدك ما تعرف. قالت لي كلشي كيتفتش اذا ريوس عباد الله ما تعرفيش. قالت لي شنو دابا الام ديالي كتقول لي انا اللي درتها لك انت كتقول لي سمحي لي انا اللي درتها لك. انا دابا الاخت ديالي دابا جا مثلا ملي كتقول لها كيهضروا معاها شي ناس كيقول لها بغينا بنتك كتقول لهم صافي ما نوليش نعطيكم بناتي انا ندخل فيهم تجيبوا لراسها. كتقول لها جيبيه لراسك تعرفي على شي واحد لراسك وتبغيه وبغيه باش غدا ولا بعد غدا ما يوقعلكش بحال اختك حتى لو وقعلك شي مشكل تقولي انا اللي اختاريتي. ايوا هنا ما خصكش تعاودي تعاقبي الام ديالك بزاف خديجه وتقول لي راه فعلا انت اللي درتي لي هذا الشيء وانت سبب. صافي الا اعترفت مره قولي لي لا ماشي مشكل الوالده بالعكس راه عطيها حتى هي شويه ثقه وما تعاقبيهاش على فهمتي يا خديجه اش بغيت نقول لك. نعاقبهاش حتى نعاقبها اخي والو واش نعاقبها ولكن ملي هي اصلا كتقول لي انا مرضوني مرض نفساني. كتقول لي انت الا كنتي مرضتي النص كتقول لي انا مرضت قالت لي بزاف قالت لي فاش كنشوف حسن عوانه كتقول لي فاش كنشوف نحط ماما نهار قالت لي هكا قالت لي صافي. كتقول لي وجهك دبال وجهك قالت لي كان في شكل قالت لي ولا في شكل. قالت لي كنتي خديجه كتقول لي انت خديجه كنتي عندي هي الزوينه في بناتي كنتي كتصنتي لي كنت كنعاود لك مشاكلي كنت كنقول لك كلشي كنتي فيا. كتقول لي كان فيك امي كان فيك اختي كان فيك صاحبتي كان فيك كلشي. كتقول لي دابا بنتي تسيفتي. قالت لي مشات بنتي بحالها مشات. كتقول لي بنتي قتلوها ما عطاونيش بنتي انا. قالت لي بنتي قتلوها هذه بنت اخرى كتقول لي ماشي بنتي. هذه 5 سنين ديال الزواج خديجه. 5 سنين تقريبا 5 سنين ديال الزواج هذه. شنو 5 سنين تقريبا 5 سنين هذه ديال الزواج دوزتي. تزوجنا حنا في 15/9/2011 يقولوا 4 سنين. تقريبا 4 سنين. تقريبا هاد المده هذه فاش تزوجنا ودابا خرجت انا من عندهم من الدار 15/5 باش خرجت. دابا حاليا انا مع الوالده ديالي. وإمتى عندكم الجلسه الاخرى عند القضاء خديجه؟ دابا الجلسه قالت لي المحاميه دابا قالت لي نهار 7 قالت لي في شهر 11 غتهبطي لعندي. قالت لي دابا 17/11 قالت لي المحاميه دابا قالت لي الامور الاخر قالت لي نشوف الحكم شنو كاين على حسب النفقه ديال البنت من حيث انا الحقوق ديالي كلها متنازله عليها من حيث انا اللي رافعه الدعوه. الحقوق ديالي كامله متنازله عليها ما متنازلهاش على حق البنت. ولكن مني واخا هكاك هو كيبقى يهددني كيقول لي انا نجرجلك في المحاكم انا نعذبك. انا دابا حتى الفرق ديالو مشكله ما فهمتوش هاد السيد هذا اني واخا نتفارق معاه كيقول لي انا نعذبك انا نبقى نجرجلك في المحاكم انا ندير لك البنت انا نحمقك انا ندير لك. لا ما تيقيش ديك الهضره خديجه لانه هذا الشخص هذا اللي دار بهذه المسائل كلها ديك الهضره كلها هزيها ولوحيها فهمتوش واش حقرني من حيث ما عنديش الخوت ما عنديش الرجاله انهم اللي يهضروا معاه واش ما عنديش الاب لا ما تحسيش بهذا الشعور خديجه. ما بغيتكش وانت معنا في هذا البرنامج انك تحسي بهذا الشعور لاننا كنحاربوا هذه الهضره خديجه. ما عرفتش اخويا ولا هو زايغ من حيث الام ديالو عندها الماده ولا ما عرفت شغلو هذاك شغلو الماده ولا ماشي ماده. الماده ماشي هي الرجل خديجه. انه تعطيه 6000 ريال في النهار ويخرج يكمي بها ويرجع ما ماليش في مرته وبنته. هذيك ماشي ما عندها حتى شي حاجه. واش بغيت نقول لك ما خلي راسك ما بغيتكش تبكي خديجه ما بغيتكش تحسي بسميتو بالاهانه او لا بان الكرامه ديالك تدهسات او لا انه انت ضعيفه او لا. انا فاهم وحاس بهذا الشيء. ما كرامتي بزاف اخويا ما نقول لكش راه كاينين بزاف ديال البنات اللي بحالي راه ماشي مزوجين راهم معذبين باسم الزواج راه مازال المراه معذبه.
كاين هادشي، متفق معك خديجه، انا ماشي كنقول لك لا، متفق معك للاسف. ولكن عرفتي مناش هادشي كله خديجه؟ هادشي من التربيه، راه من التربيه، راه التربيه وحتى المعنى في الانسان. راه كاين الله سبحانه وتعالى اللي كيعطي له المعنى في راسه في عقله، يقدر ما يتسنى حتى شي حد يوريه شنو يدير. اشنو غادي تسناي من واحد ما خدامش؟ ماشي ما خدامش، كاين فرق ما بين ما خدامش وما بغاش يخدم. هذا ما باغيش يخدم تماما، لانه كاين الان الناس كيسمعونا وهذا وما لقاوش الخدمه. ما غاديش نقول لهم ما خدامي ما بغاوش يخدموا، نقول لهم ما لقاوش الخدمه، ما عندهمش انت اليوم ما خداماش، ولكن ما كيعنيش انك ما بغيتيش تخدمي. راكي كتخرجي وتدوري حتى كينشفوا رجليك وتبكي وتدخلي، ولكن عندك الاحساس بانك واحد النهار غادي تلقى كديري مجهود. اما هادشي اللي عاودتي لنا على الزوج ديالك ما كيديرش مجهود. لا ما كيديرش مجهود نهائي. شوف خديجه، شوف اذا كان هادشي اللي كتقولي بهذه التفاصيل، انا بغيت نقول لك واحد المساله، ماشي كنتشفى ولا شي حاجه، راه هذيك حماتك راه غتخرج على ولدها بلا ما تدري. عندك صحابك غلط انه الا عندي ولد ونفشو ونعطيه 6000 ريال و7000 و8000 وانا عارف فين كيمشيو هذوك الفلوس، ويدخل ويدير بيت الصدقه في الدار ومرته مسدة. كتقول له هي غير كريدي. هذوك الفلوس اللي كتعطيه باش يتعاطى المخدرات وباش يشري كارو وداك الشيء، كتقول له غير كريدي، انا غير مفلساه لك. واش هو منين بدا قال لك ولد 15 عام كيتعاطى المخدرات كتقول له غير كريدي؟ دابا في عمره 33 عام شحال يرد؟ لا شوف خديجه، شوف راه بعض المرات انا كنخاطب فيك الام المستقبليه ان شاء الله، لانك ام ديال المستقبل. انا علاش اليوم كتهمني خديجه على اي حاجه اخرى؟ لانك انت هي المستقبل ديالنا، ديال بنتك. الا كنتي انت قويه وصالحه ومتمكنه ومعززه ومكرمه وواقفه، الريح اللي جات ما تديكش، راه بنتك ما نخافوش عليها. الا داكشي انا اللي باغا انا. الا تحطمتي خديجه وحسيتي بالحقره وحسيتي بالاهانه ودرتي شي والنفسيه ديالك مهدوده وبنتك كتكبر في هذا الجو، راه ما خايب لينا، ما خصناش هذا الشيء. راه انت اللي كتهمينا اكثر، راه هو راجلك مشى ما كيسولش فيكم. ما كيسولش، انا قلت لك دابا راه عيط كيعيط غير باش يهددني. تصور نهار اللي كنت خارجه بحالي وجمعت الحوايج ديالي وداك الشيء، دار رجلو على الشرج مقسم لك يمين انا خايف معاه، وهز البنت وقال لي شنو نضيعك دابا فيها. كيفاش زعما؟ غادي يتلاحوا هو وياها، قال لك غادي يتلاحوا هو وبنته من السابع ايطاج. اذا هذا شخص متهور. فاش انا درت هزيت حوايجي وداك الشيء وشنو سميتو تميت خارجه بحالي، قلت له صافي غنتفارقوا. هز البنت وداك الشيء قال لي شنو دابا رجلك فيها نضيعك فيها، بغى يصيفني كاع ولا كل حراسه ولا البنت يقول لك انا اللي معاه في الدار، كان يصيفني انا الحبس. شكون اللي معاه في الدار؟ يقول لك هاد السيد غير جا وحق راسو ولاحو. فهمت انا كي درتي سلوكات الام ديالو، قالت لك انا اصلا صيفطني لطبيب نفسي. هو كيقول لك انا كنت كنتعالج عند طبيب نفساني، كيقول لك عطاني مودي اس، كيقول لك كليت جوج طماطم ما داروا لي والو. حاجه على حاجه بقات كتبان. تلفت اخي سمعت تلفاتني ديك المره، خلقات لي حياتي. انا ما داياش على ولدها، دايا عليها هي اكثر من ولدها. فهمت واش دابا هاد انا كنشوف دابا الطلاق اللي درتو، انا كنقول مزيان رحمه ورحمه. هاد الطلاق ديال الشقاق ولا المراه تسامح في الحقوق ديالها كامله، كنشوفها رحمه. نسامح في كل شيء ديالي غير تفك منه. خديجه الا كنتي مقتنعه، انا باش ما نتحملش شي مسؤوليه ديال شي قرار، لانه القرار كيبقى ديالك خديجه. حنا اللي يمكن نديرو فقط غير نوجهوك ونعطيوك بعض الافكار اللي يمكن تساعدك في اتخاذ قرار نهائي. شوف راه الا كان القرار ديال الطلاق غادي يريحك، شوف اللي كيهمنا هو الراحه ديالك النفسيه والجسديه والكرامه ديالك. الا كان هذا الطلاق غادي راه شوف خديجه، راه الطلاق هنا راه ماشي غول، راه ماشي نهايه العالم، راه ماشي يوم القيامه. راه ما تكبريش الامور خديجه بشكل كبير. عندك صحابك هذا الشيء اللي كتعيشيه هو نهايه العالم بالنسبه لك انت، او قيامه او لا مصيبه كبرى. شوف راه هنا كتبدا الراحه ديالك خديجه، وكتبدا العزيمه والقوه ديالك، كتبدا من هذا التفكير هذا. حاولي تفكري وحاولي تقنعي راسك بانه هذا الشيء اللي كتعيشيه راه ماشي نهايه العالم نهائيا. راه كاين اللي كيمر من ظروف اكثر منك،
وكيتشبت بالقوه وبالامل وبالعزيمه وبالصبر. داكشي اللي كنسمع الناس كيدوزو عندك كنهضروا وداكشي كنقول الحمد لله منين ان جات مساله هكا باقا صغيره وباقا صحه. دابا الامل ديالي هو حتى حاجه ما وقعات. شوف خديجه، الحمد لله انت مربيه ومخلقه وبنت الاصل، والوالده ديالك الله يعمرها دار وهذا، وهذا الزواج مع هاد الناس ما تكرفصي فيه شويه وهذا، كتب لكم الله هذيك البنيته واخا كان عليك ما نرجعوش ثاني نقول له كان من الاول. المهم ما عليناش، اللي عطى الله عطاه. عندك بنت، عندك الصحه ديالك، عندك سميتو، ما الا تفارقتي يقدر تبدا واحد الصفحه جديده بالنسبه لك خديجه. دابا داكشي اللي باغا نبدا صفحه جديده وباغا نوقف على رجليا، ولكن اخويا ما لقيتش الجهد، عييت ما نقلب. غادي تلقاي يا خديجه، ما تقوليش انا ان شاء الله غادي تلقاي، وانا حاسس بانك غادي تلقاي. غير هو غير اليوم السيد اللي مشينا الاخر كيدوروا في الطوموبيلات كيقلبوا الناس على خدمه، هزونا البنات بينا بزاف، هزونا شي 12 بنت ولا شي حاجه كيلحوا على هزونا، داونا لواحد البلاصه غير كذب علينا، حطنا في واحد الشركه، حطنا زاد بحالو قال لك ها هما الشركه سيروا لديك الشركه وسولوا. ملي مشينا لديك الشركه ما كاين حتى شي حاجه، غير كذب علينا. من ديك البلاصه وانا ما عندي لا درهم لا حتى شي حاجه، ولا جايه على رجليا ولا جايه على رجليا، وصلت للدار. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كاينه لا خدمه لا حتى شي حاجه، قلت له حرام عليك كذبتي علينا. النوبه الاولى ما تهزناش، ما كاينه لا شركه لا حتى شي حاجه، لا جايبنا مكرفصين. واخا خديجه عافاك، ما انا بالنسبه لكرامتك حاولي ما تبقاش تشبهي راسك بهذا الشيء ديال والناس اللي معك بانه بحال الحواله لا، ما عمرك بقيت تحقري راسك بهذا الشكل. انت انسانه ومراه وسيده وعندك كرامتك. بقيت اخي والله ما بقيت عارفه شنو ندير. حالت بعض المرات كنقول واش هذا القرار ديال الطلاق واش مزيان، واش خديته في الصالح ديالي، كنجلس كنفكر. شوفي الفرق خديجه. اشنو انت عارفه راجلك اكثر من اي واحد اخر كيسمع. واش كاين شي حاجه واش كاين الامل؟ حطي داك الشيء اللي خايب في كفه، وحطي داك الشيء اللي زوين في كفه، وشوفي الغلبه لمن، ويمكن لك تستخبري. واش كاين شي امل؟ واش كاين شي مؤشرات ان زوجك غادي يتبدل؟ حنا هنا ماشي زوجي ولو انا نعيش معها اخي اسماعيل 100 عام، ما حد الام ديالو مازال كاينه، وهي اللي هزاه، وهي هذه ما عمره ما غادي يخدم. والله اللي تحيد الام ديالو انا اللي غنتكلف بالمسؤوليه. ما كاين حتى امل مع الزوج ديالي. واش انا كون عارفه اخي شي امل ما كنتش نتفرق معها على بنتي، خصوصا انا اللي محرومه من الاب، من الحنان الاب. انا ما حسيتش كاع بالحنان ديال الاب ديالي، كنتمنى غير يكون حدايا ونخرج معاه ونهضر معاه ويوقف بجنبي. وبعض المرات كنقول لكم كان هو كان حاضر وجوجني، ما يوقعش هذا الشيء كامل. بعض الشي مرات كنقول لكم كان هو كان في الدار وهو اللي داخلكم، ما يوقعش هذا الشيء كامل. انا خرجت غير غضبانه ومشيت لدارنا غضبانه وجلست ديك شهرين وكلت شهور صافي. هو كيجي مفارع وقيله كيقول لك حيت عندها غير الام ديالها كيحقر عليا. فهمتك. كنقول حيت وقيله ما شايفش الراجل، ما شايفش هذيك، كنقول كنجي مداير، كنزيد مداير. ما فهمتهمش واش حقروا علينا هكا. لا ما كاينش. عافاك خديجه، ما تعمريش راسك بزاف بهاد الهضره. حاولي تثقي في نفسك شويه وترجعي الثقه لنفسك. اعطي واحد الثقه لنفسك باش تساعدك باش انك تستمري في الحياه من اجل بنتك ومن اجلك انت اولا، لانك انت هي بنتك عندك وياكي. انا بغيت نقول لك واحد النصيحه وبغيت تبقى عندك دائما في دماغك. وياكي تهملي راسك وتقول راه بنتي هي الاولى، وتهملي انت راسك. راكي انت هي بنتك. الا كنتي مزيانه وتهليتي في راسك وحسيتي بانك خصك تعطي كل حاجه مزيانه لراسك، هذا يعني ان الابنه ديالك غادي تكون مزيانه. اهتمي بنفسك، ما تبكيش قدام بنتك، ما توصليش، ما تخليهاش تشرب هذا الشيء وهي باقيه صغيره وتبقى تشوف هذا الشيء وتستنبط في هذه المسائل. هذا فهمتي اش بغيت نقول لك خديجه؟ هذا الزوج ديالك اللي كيهددك في التليفون وكيقول لك ديك الهضره وهذا، بامكانك ما تهضريش معاه. قولي له راه المحكمه هي اللي كتفصل بيناتنا، وهاد الهضره كلها ديال غنفعل لك وغندير لك وغنسخسخك وهذا التهديدات وهذا، هذاك مجرد خواء، شي حاجه خاويه كيديروها ناس ضعفاء. الضعيف كيقول انا جرجرك في المحاكم. هذا لا هذا شخص ضعيف اللي كيقول مثل هذا الكلام. يقدرني نقول لك بانك انت اقوى منه.
اخي ما عرفتش انا شنو ندير مع هذا السيد. كنقول انا دابا انا ملي خرجت دابا من عنده 15 5 ارتاحيت بزاف. كنقول الحمد لله. اذا خديجه دابا الله كيبعث لك اشارات من السماء كيقول لك انه ما يمكنلكش تستمري مع هذا السيد لانه كي راكي كتشوفي الزوج ما عندوش مسؤوليه. راه ما شنو هذا ما عرفناش شنو هذا الشيء هذا. اذا بغيناك تاخذي القرار الصائب اللي غادي كنشوف انا دابا الطلاق ديالي رحمه. كنقول دابا غير ملي نخرج هذه 15 5 ملي نخرج كنقول واخا العذاب ديال الخدمه دابا ربي يفرجها. كنقول دابا ربي الرحمه ديال سيدي ربي كبيره. كنقول ربي ما كينساش عباده ولو كيف ما بغاو يكونوا ما كينساش ربي عباده. طبعا اذا الثقه في الله والايمان بالله سبحانه وتعالى هو جزء من الثقه في النفس خديجه. هذه هي الكلمه اللي كنقول دابا ربي يفرجها. اذا خديجه عرفتي باش ترتاحي اكثر كوني مقتنعه بالقرار اللي غادي تاخذيه. ما تاخذيش القرار وانت مرتبكه وكتقولي واش بصح ولا ماشي بصح انا في حيره. لا، رتبي مسائل ديالك في دماغك. اذا خديتي قرار ديال انك تفرقي معاه خذيه وتشبتي به بكل قوه وحققيه على ارض الواقع بدون واخا يجي العالم كله يحاول يقنعك باش انك تبدلي. ما تبدليش لانك عارفه راسك شنو مصيرك. لا، القرار ديالي انا بحال النهار اللي خرج قالت لي الام ديالي من حيث ديما كنقول لها نعطيه فرصه ما عمرني ما زعمت انني نمشي للمحكمه. ملي خرجت هذه المره قالت لي الام ديالي متيقنه. قلت لها هذا هو الحل. حيت قلت لها جميع البيبان كيدقوا انني نمشي ندير الطلاق. قلت لها اي باب كنقلب عليها قلت لها ما عندنا حتى شي حل هو اننا نطلقوا. قلت لها ولا نخدم عليه هذا هو الحل. قلت لها انا ما يمكنليش نخدم عليه. قلت لها كون كان غير عنده شي حاجه شي مشكل ولا شي مرض ولا شي حاجه نقول بعدا راني خارجه يسولوا لي الناس نقول راني خدامه راجلي راه مريض. ولكن ملي قلت لها حشومه خديجه انا غادي نقول لك واحد المساله. راه كاينين اليوم كيسمعوك شي عيالات ربما دازوا معنا في البرنامج ربما ما دازوش وحاسين بريوسهم انك كتكلمي في الصغر ديالهم فاش كانت عندهم 25 عام. اليوم بغوا واحد العمر وعندهم دراري ومازال كيعيشوا واحد الجحيم ديال عدم التفاهم وكيقولوا يا ريت كنت قد هاد خديجه كون خديت القرار فاش كنت قدها وما نوصلش هاد الشيء اللي وصلت. وداك الشيء خايفين اللي قلت انا اللهم دابا نخدم على بنتي دابا والاخر دابا ربي يسهل شي باب. كنقول دابا ربي يسهل شي باب ان شاء الله. خديجه شوفي تحد ما كيحقر الاخر في هاد البلاد ياك. وشوفي الزوج هو اللي شوف النموذج ديال لا فاتحه من القصر الكبير. بصح سمعتيها نهار الجمعه اللي فات؟ لا ما سمعتهاش ولكن من عيد دابا كنت نهار الجمعه كنتصل بكم بزاف وما كانش عندك فرصه باش شوف ولكن يوميا كنتصنت لك ما كنفلتكش كنوض نقضي الشغل. سمعت هذيك الظهور اللي حتى عندها المشكل ديال بنتها وداك الشيء ولكن ملي غير كنقضي الشغل دابا قضيت الشغل ديالي وكنقول للام ديالي عرفتي شنو خاصني نمشي نتصنت نسمعها. كنقول لها طلبي معايا غير طلبي. كنقول لها الا عندك شي رضوه قولي يا ربي بنتي شد لها التليفون. قلت لها هذه هي الامنيه اللي طلبي. الحمد لله انت معنا وسمعنا لك اليوم خديجه. الحمد لله. وبغينا اليوم هذا المرور ديالك في البرنامج خديجه يكسبك واحد النقطه مضافه ان شاء الله وتكوني ماشي تبدلي كليا على الاقل يساعدك باش تبدلي وتشوفي منظره اخرى للحياه. من بينها هو انه تكون عندك ثقه في نفسك كامراه كسيده كخديجه. شوف غير الاسم ديالك كي داير اسم رائع ديال خديجه شكرا اخويا زوجة النبي عليه الصلاه والسلام. وشوف لا خديجه رضوان الله عليها كانت قبل ما يتزوجها الرسول عليه الصلاه والسلام كانت تاجره وكانت امراه قويه في قبائل قريش. كانت عندها المكانه ديالها التجاريه كانت كتعمل التجاره وكانت على تقريبا ثلث ديال الفلوس ديال التجاره ديال ديك المنطقه كانت في يديها هي كامراه. كانت رضي الله عنها امراه قويه وكتعرف تحسب وكتعرف تخدم الناس بزاف رضي الله عنها. وشوف هذا الاسم ديالها وتزوجت الرسول عليه الصلاه والسلام وكانت خديجه بنت خويلد وحده من النساء في التاريخ الاسلامي اللي كنفتخروا بهم دائما وكناخذوا منهم العبره. اذا بغيت حتى الاسم ديالك ياخذ من هذا تستنبطي من هذه المعاني وتكوني امراه قويه وما تفشليش وما تنهاريش وتوقفي على رجليك وتقولي راه حتى حاجه ما يمكنش تحبسني وتخليني نطيح للارض. انا عندي بنتي عندي حياه كتسناني. انا يلاه بديت هذا الزواج ديال 4 سنين فشل غادي نحسبوه تجربه غادي نحسبوه واحد الحاجه اللي غتقويني. راه المستقبل ما عرفتش شنو كيخبي لك.
داك الشيء اللي كيخبي لك المستقبل كيبينوا لك بالامل ديالك. تفائلوا تجدوا خيرا، تفائلي، ما تخافيش، ما تخلعيش من التهديدات، ما تخليش ديك المصير ديالك يكون في الدمره وولدها، ما يمكنش. هي هادشي دابا اخر بحال دابا ما يمكنش انايا اخر النهار اللي كنت خارجه كتقول لي انت يا الاخر انت هادي شنو سميتو، كنقول لها انا شنو غندير، ما بغاش كنت نخدم، هي بحال اللي بغاتني انا نخدم. فهمتيني، بحال اللي بغاتني نخدم، كتقول لي وشنو دابا واش نقطع عليه الفلوس، كنقول لها دابا واخا يبقى خدمه ما غاديش يخدم، حيت علاش هو كياخذ 6000 ريال، شحال يعطيو 50 درهم 100 درهم ما يقنعش. ما يقنعش، يقول لك انا كنسمحناش، كناخذ 300 درهم، كناخذ 1000 درهم مثلا، نهار اللي كيكون الاخر كيقول لها عطيني يجيب لها، ما يقنعش. كنقول لها اي خدمه غادي يمشي لها ما يقنعش، عايش عليها ما تشتكيش ما عليك، انا ما كنبقى غير كنشوف فيك كنتعجب. واخا خديجه بقاي معايا، غادي نكمل معاك ما تبقى من الوقت بعد لحظات من الان. بقاي معايا، شكرا بزاف. خايف معايا. مرحبا بك مره اخرى. مرحبا، بارك الله فيك اخويا، شكرا بزاف واسمح لي بزاف. لا مرحبا هادشي اي كلمه نقولها في حقكم ما هذا واجبنا، هذا واجبنا خديجه، واجبنا اننا نساعدوك، اننا نسمعوا لك، اننا ناخذوا الكثير من الاشياء اللي يمكن كيقولوها خديجه، الضربه اللي ما كتهرسكش خصها تقويك. صح اخي. وانا بغيت ما تستمريش بانهيار باش تخلي الناس عادي يقولوا يشوفوا داك الشيء، بما انك كنتي كتهتمي للناس، اذا واش تبغي الناس يشوفوا فيك منهاره؟ لا، وقبل كاع ما يشوفوا فيك الناس شغلهم هذاك، لانه كل واحد كيشوف في راسو. شوفي في راسك، شوفي في مصلحتك. صح، حيت دابا انا الوقت اللي طحت دابا ما لقيت حتى شي واحد يوقف معايا من غير خوتي ومن غير الام ديالي، هادو هما اللي لقيت. كنشكر الام ديالي بزاف، ولو انني ندير شنو ما درت ما نقدرش نوفي لها الحق ديالها في داك الشيء اللي دايره معايا. الله يخليها لك. وبغيتك تعاوني امك اكثر ما تعولي على امك انها تعاونك، لانها حتى هي كتالم اكثر منك ربما خديجه. انت مازال راكي شابه وامامك حياه وطريق، ولكن الام راه كتحس بانها ساهمت باش انها توصل لها داك الشيء. اش قلت لك، حاولي توصلي للام ديالك بانه راه ماشي نهايه الحياه هذا الشيء اللي واقع، راه ماشي هذه هي القيامه او المصيبه كيف ما قلت في الاول. راه كاين بزاف د الحوايج كيدوزو منه الانسان، خاصك تاخذي منه المعنى والعبره. تشبتي بقرارك، اذا خذي القرار وما تخليش اي ارتباك في اتخاذ القرار ديالك. اذا كنتي عن حزم وتكون عندك يكون عندك الحزم انك تاخذي قرار وتستشري اكثر مع المحاميه ديالك. اي سؤال كيتبادر بالذهن ديالك عندك محاميه، ثم تبعي المسطره ديالك. اي ضغط ولا اي حاجه واي تهديد ولا ضغط من ديك الجهه، ديري شكايه او ديري. راه حنا في بلاد ديال المؤسسات والقانون والكرامه ديال المراه. شوفي هذه البلاد راه بلاد كرامه المراه خديجه. نقولها لك زعما ما تخافي، ما تخلعي، ما تخلي حتى شي هذيك الهضره ديال غندير لك هذيك الهضره يقولها الجبناء. اقولها هكا، الجبناء والضعفاء. الضعفاء للاسف كاينين ناس ضعفاء. تصور اخي اسماعيل، دابا 13 في شهر 10 صونا عليا الو، جاوبت الوالده ديالي شنو قال لها، واش غادي نصيفطوا للجلسه. قالت له الوالده ديالي انا كيسحبني كتصوني على بنتك. قالت له واش دابا كتعيط لنا، واش هابطين معروضين؟ قالت له ما عمرني ما شفت شي واحد كيتفرق هو ومراتو كيعيط لها. فينكم فين هادي شنو سميتو. هذا وعرفتي داك الشيء انا اللي غندير وما نقولوا لكمش. داك الشيء قالها اللي غندير وما نقولوا لكمش. قالت له الوالده انا كيسحبني كتعيط. قالت له على وجه الدم، على وجه البنت. قالت له هادشي اللي سحبني كتعيط. قالت له كنقول هذيك البنت من دايره. وملي قالت له انت ما عيطتي ما سولتي ما حتى شي حاجه ما عرفها لا في عيد ما حتى شي حاجه. قالت له على الاقل، قالت له هذيك التعبئه منين تعيط، قالت له خسرها على بنتك، ما تخسرش ما تعيطش تقول هذا الكلام هذا. قالت له عوض ما تعيط تقول انا هذاك الشيء اللي نديرو ما نقولوا لكمش. قالت له عيط تقول بنتي كي دايره كيف عادتي، فهمتي كيفاش. قالت له انت كتضيع. قالت له التعبئه غير في شي حاجه خاويه. قالت له ما فهمتكش. قالت له كتعبئ. قالت له باش تسب. هادشي اللي كيدير. لا ما هذيك المساله خديجه ديال التهديد وديال الضغط، هذه محاوله ديال الضغط. شوف في بعض المرات بعض الناس اللي ما عندهمش الشخصيه كيفتقدوا للشخصيه كيديروا هاد المسائل. كتكون شي الوضع تيكون عندهم واحد الوضع كياخذوا فيه راحتهم.
بصح هو اصلا ما عندوش. وفي هذاك الوضع اللي كياخذوا فيه راحتهم كيكون ناس شي ناس كيديو الثمن وما مرتاحينش وكيكونوا مظلومين ياك. لما هذاك اللي ما مرتاحش وحاس بالعصا كينوض كيهضر على راسو، هذاك اللي كيبغي الوضع يبقى كيف ما كان، كيستعمل وسائل للضغط باش ترجع الاوضاع كيف ما كانت. وهذا شيء ما خصناش نسكتوا عليه في حياتنا نهائيا، ان كرامه الانسان هي كل شيء. دابا انا كتبقى فيا الحال كنقول علاش هي عارفه ولدها فيه كل شيء عارفه، قلت مني علاش دارت معايا هذا الشيء هذا. كنقول هي عارفه كون غير صارحتني باش تخلي لي واحد المجال. واش دابا داك الشيء خديجه ارجوك داك الشيء فات صافي، اللي فات داز هذا الشيء بيني وبينك، داز هذا الشيء وسمعتي شي هضره لقيتي شي هضره ماشي هي هذيك، لقيتي الناس كذبات، لقيتي شوف داز هذا الشيء. اللي كيهمنا ما كيهمنا راسك هي الله يهديها وولدها الله يهديه. وبيني وبينك راه الا بقات بحال ما هكا راه غادي تندم على شي حوايج مستقبلا. لانه بيني وبينك خديجه، وهنا الام بعض الاحيان الله يسمح لنا من الامهات كتظن بانه راه شي مسائل هما اللي كيخليو الابن مزيان، انني نعطيه فلوس، انني ما نقول له شنو تخدم، كتحس بانه غادي تقسى عليه بانه الوليد اللي عندي وهذا. ولكن ماشي هذا راه في حد ذاته راه صعيب، راه كيعطي نتائج سلبيه. راه الام اللي بغات الخير لولدها راه غادي ما تعولوش على الفلوس وتقول له نوض ترجل ووقف على رجليك وبني اسره ديالك بعقل كتافك كيف ما دار الاب ديالك وكيف ما داروا جدودنا ووالدينا. ما تلقاهاش مسقيه مزيانه وراه ما غاديش تدوم ولا لا خديجه. بصح الشيء انا كنعرف واحد السيد عنده الفلوس وكيعطي لولادو غير شويه باش يديروا شي تجاره، وبامكانه يعطيهم باش يبنيو الفيلات زعما خديجه تصوري. ولكن علاش؟ باش ما يعودش بانه العمل، شوف قيمه العمل، راه العمل عباده خديجه. بصح راه العمل عباده، راه كتجي حلوه الماكله ديال ديك الحاجه اللي كتخدمها. طبعا راه العمل هو كل شيء. راه الناس كتشتغل، راه انا كنشتغل دابا، راه 10 42 وكنشتغل. راه كاين ناس حارس السيارات كيشتغل وكيتسناو وليداتو في الدار، كاين مول الطاكسي كيشتغل وكيتسناو وليداتو في الدار، كاين معلم ولا موظف ولا حارس امن ولا في طبيب ولا اي خدمه مزيانه، اي خدمه طبعا كاين ناس في المارشي كيبيعوا ويشريوا، كاين ناس في المحلات التجاريه، كاين ناس بزاف كيشتغلوا بداك الشيء قسم الله في الصناعه التقليديه. في هذا المغرب خديجه تبارك الله كيتحرك من 6 الصباح حتى الليل وهو كيتحرك بناس كيشتغلوا. لا والو خا اسماعيل والو، شنو ما درت معاه والو. كنقول له سبب، كنقول لك سبب عبدي وانا نعينك. كنقول له سير دير وقلب وفعل، وما عاد اجي يقول راه ما لقيتش. كنقول له ما يمكنش الخدمه ديال عندك حتى للدار، واش هما يجيو يفتشوا عليك؟ كنقول له ما يمكنش، ما كايناش والو خاي نهائيا. طلعنا نير طنجة كرينا الدار، سمح لي عاطيه لماني الدار العربون 10000 ريال. قال لي انا ديك الدار هي ما نطلع لهاش. قلت له طلع لطنجة خدم فاش ما كان، يا بني يا بيع الخضره، يا فاش ما جاب الله. كيقول لك هو لا انا ولد استاذه ومشي نبيع الخضره، انا ولد استاذه ومشي نخدم سيكوريتي، انا ولد استاذه ومشي ندير هادي. والو خاي حتى حاجه ما بغاش يشد معايا حتى الطريق. قال لي قلتها له، كيقول لك لا خو. قلت له اللي الحشومه هي انك ولد استاذه وجالس حدايا. قلت له انا الواجب ديالي كامراه زوجه هو انني نطبخ نجمع الدار نقابل وليداتي هذه نصبر لك حوايجك شي حاجه ناقصك، انا قايمه بالواجب ديالي ولد الناس. ولكن ملي قلت له فين هو الواجب ديالك انت يا كزوج؟ والو خويا والو، ما عرفتش انا كيفاش كيفكر. عائلته اصلا كلهم كيحتقروه، كلهم اخوات 33 ما كيعاملوش المعامله ديال راجل نهائيا، كيعاملوه المعامله ديال الصابي. دابا خليه هو ما عليناش، الله يهديه ونتمنى يتبدل ويشوف شو بيني وبينك راه خصو هو يشوف مستقبله ويشوف راسو. اليوم انت دقيتي الباب خديجه وكتهمينا انت، هو ما شغلو هذاك. حنا هضرنا في هذا الموضوع. انا بغيتو يخدم اخويا صافي، بغيتو يربي بنتي وبغيت غير ربي يفتح عليا في خدمه، وهو الله يسهل عليا وانا الله يسهل عليا. ان شاء الله. اللي بغيت انايا صافي، ما بغيت والو. وشوف خديجه، شوف الخدمه راه غادي تجي ان شاء الله، كتجي بالصبر بالعزيمه بالتكرار العزيمه. هذا الشيء اللي طالب هو انك تدعي معايا وتطلب معايا سيدي ربي. ان شاء الله كلنا كندعيو معاك اليوم هذه الليله خديجه، كلنا كندعيو معاك. المستمع اللي كيستمعوا داك الشيء يهزوا كفوفهم ولو غير ملي يكونوا كيفكروا هو انني انا هذاك الراجل صافي ساليت معاه، حيدته من حياتي.
الطلاق ديالي هو غدا نديه كون اكيد. دابا انا اللي باغا هو هاد البنيته هادي يسهل عليا ربي في شي خدمه باش نكون معاها، صافي هذه هي الامنيه ديالي. بغيت والو، بغيت غير شي خدمه د الحلال اللي نخدمها بكتافي بعرقي ونجيب لبنتي، بغيت حتى شي حاجه. ما شوف خديجه، ما طلبتي حتى شي حاجه العيب ان شاء الله. مع امي انت هادشي اللي بغيت، ما بغيت لا زواج، ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت حتى الزواج يقدر يجيك خديجه. الزواج علاش تيأسي؟ ما تيأسي من حتى شي حاجه، كلشي بيد الله. نخدم غير على بنتي ونجلس مع امي انت، وهذيك هي الدنيا. هادشي اللي بغيت، هذه هي الامنيه اللي عندي من الله سبحانه وتعالى. عييت دابا الخدمه هي اللي عندي فيها مشكل. ان شاء الله غادي تكون هذه الخدمه خديجه ان شاء الله. ما تيأسيش، انا ما بغيت غير تيأسي. راه الا حيدتي اليأس راه غادي تجي الخدمه خديجه ان شاء الله. شكرا اخي اسماعيل بزاف، اسمح لي بزاف، والله يعطيك ما تتمنى هذا الشيء اللي نقول لك اخي. مرحبا، ما تبقي معنا في الاستماع. الحمد لله بزاف، الحمد لله. هذه هي امنيه وتحققت، زعما معجزه وتحققت اليوم. مرحبا. واللي بغيناه يتحقق خديجه هو ان احوالك تكون بخير نفسيا ومعنويا وماديا ان شاء الله. شكرا اخي، ملي هضرت معك اليوم والله الا ارتحت. شحال من حاجه كانت عندي مخزونه في قلبي وعاودتها اليوم. شكرا اخي اللي كتعطيو هذه الفرصه ان الناس يعاودوا همومهم. بزاف ديال الناس ما ناقينش، مابقيناش عارفين من نحكي ولا من ما نحكيوش، مع من نهضروا مع من ما نهضروش، شكون حبيبنا شكون عدونا، شكون اللي كيضحك علينا، شكون اللي كيبكي معانا، مابقيناش عارفين. الحمد لله اللي كتعطيونا هذه الفرصه اننا نعاودوا، اننا نفتحوا قلوبنا، وان جميع المستمعين كيشاركوا معاك، كيعطيوك اقتراحات، كينصحوك، كيضحكوا معاك الا كانت وقعت شي مشكله هكا حاجه زوينه، كيبكيو معاك، كيحسوا بك زعما. شكرا بزاف على هذا البرنامج. مرحبا.